شايفين يا حضرات اللي حصل اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. اهلا بكم يا اصدقاء في قناة رزق الالكترونيات. النهاردة ان شاء الله معانا 5 ترنسات العطل فيهم واحد، يعني هنصلحهم مع بعض. طيب هتقول لي انت عرفت ازاي ان العطل فيهم واحد؟ انا فكيت ترنس اهو من ال5. الترنس عندي لما بفك العازل ده او بقطع العازل ده بالقطر بيبدأ يطلع معايا هنا شرار او ولعة. هنشوف مع بعض كده. لاحظ معايا الترنس في المنطقة دي اهي اللي انا حاطط عليها المفك دي. هوصل كده على سيريا مش على 220، على سيريا. وشوف معايا كده او لاحظ معايا اهو. شايفين حضرات الدخانة اللي طلعت؟ طرف الموجب وطرف السالب تقريبا فيه ملامسين بعض او فيه مسار فيهم متهالك او متآكل وموصل الطرفين مع بعض. طبعا عشان نيجي نقيس الخرج مفيش خرج طبعا لان الطرفين متصلين ببعض. فاحنا دلوقتي كل اللي هنعمله هنشوف كده مع بعض، وهنشوف برضو على الترانسات ديكم هنشوف برضو ان هو نفس العطل. هنيجي دلوقتي كده باي ابرة او مفك سنه رفيع، وهنبدأ نشيل القطعة اللي بين الطرفين دي اهو. قطعة طبعا سودة زي ما حضراتكم شايفين كده او صدى ايا كان الاسم. زي ما حضراتكم شايفين كده بنبدأ ان احنا نشيل البقايا دي. بعد ما بشيلها يا اصدقاء بيرجع الترنس يشتغل مفيش اي مشكلة. الترنسات دي بتاعت ليدات اللي هو قرص الليد اللي بينور معايا من حوالي كام، هنشوف كده. بينور معايا من 108 ل 168. ده الخارج بتاعه، يعني الليد ممكن يكون بينور في حدود 120 فولت او 130 فولت. هنبدأ كده نشوف مع بعض. هنبدأ نوصل كده بعد ما شلنا العازل او الصدى كده مفيش اي حاجة اهوت يا اصدقاء. هنبدأ نجيب الافوميتر بتاعنا ونظبطه طبعا على وضع اللي هو 1000 دي سي زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنوصل الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. هنلاقي عطينا كام؟ عطينا 280. طبعا عطينا 280 لان هو كده مفيش حمل. اول ما بوصل عليه الليد بيسحب معايا بالظبط حوالي 120 او 130 فولت، لكن هو كده شغال معايا اهو. عطيني 280 عشان مفيش حمل اهو كده 280 اهو كده على سيريا. طيب نجرب بقى على ال 220. ادي مشترك ال 220 اهو. هنبدأ كده نوصل كده على 220 اهو. هوصل برضو ونشوف القياس مع بعض كام. 280 كده. ده اول ترنس واول عطل. هنبدأ كده نركن الترنس ده وهنشوف ترنس تاني اهو. ده كده لسه ما تفكش خالص يا اصدقاء. هنبدأ كده بالمفك وهنبدأ نفك الترنس كده اهو. وهبدأ طبعا بالقطر وهبدأ اشيل العازل ده بالشكل ده كده. انا بوري حضراتكم بس عشان نشوف ان العطل هيبقى واحد. وهاجي طبعا عند الخروج معايا اهو زي ديكها وهبدأ اشيل العازل ده كده. هنشوف دلوقتي حتة
سودا. هنبدأ نوصل فيه الكهرباء كده يا أصدقاء. بعد ما وصلت هنبدأ كده نوصل الكهرباء اهو. لاحظ معايا برضو الطرفين، ادي الطرفين اهو، شايفين حضرات اللي حصل اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ برضو نعمل ايه، برضو نشيل العازل اللي ما بينهم اهو، نفس برضو الطرفين، ادي الموجب والسالب. هنبدأ برضو نشيل العازل او الصدى او المسار اللي هو موصل الاتنين ببعض او متآكل ومخلي المسارين متصلين ببعض. هنبدأ كده نعملهم ونشوف مع بعض. بعد ما فرغت الطرفين عن بعض يا اصدقاء زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، اكلت بالسن المفك اللي معايا. هنبدأ كده نجرب برضو اهو. هوصل كده كده، انا وصلت. اجيب الافوميتر اهو على وضع برضو ال1000 فولت اهو، 280 اهو زي ما حضراتكم شفتوا كده. طيب انا بقى عشان وقت الفيديو كده احنا صلحنا طرنسين بنفس المشكلة، وزي ما قلت لكم لان انا صلحت قبل كده 12 واحد كان نفس المشكلة برضو. تمام، فانا كده هصلح الثلاث طرنسات الباقيين وهنشوف مع بعض. كده يا اصدقاء صلحنا كده الخمس طرنسات بنفس العطلة. بس كده يا اصدقاء، ارجو اكون قدمت معلومة بسيطة كده. انا هقفلهم بقى وخلاص على كده. لو استفدت من الفيديو يا ريت لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل جديد وبكل فيديوهاتنا الحصرية. شكرا ليكم واشوفكم في فيديو جديد.